ايه اللي بيخليك تدخل في نفس العلاقة السامة اللي كنت فيها قبل كده؟ مهم جدا لما تعرف انك كنت في علاقة سامة وتعالجها وتخرج نفسك منها، بس الاهم انك تعالج التأثير اللي حصل جواك من غير ما تحس بسبب العلاقة دي، وتخرج نفسك بس المرة دي مش من العلاقة السامة. المرة دي انت هتخرج السم اللي اتحط جواك بسبب العلاقة نفسها، علشان ساعتها تعرف تخش في علاقة تانية وتكون صحية ليك. وعقلك مش بيدخلك في علاقة سامة جديدة علشان يعاقبك، بس عقلك ببساطة بيعمل كده علشان عقلك مش بيعرف يميز ان كل علاقة منفصلة بحد ذاتها. عقلك بيكمل الحدوتة القديمة بأقرب حدوتة تشبه لها قدامك، وده اللي بيخليك لما بتكون في علاقة سامة ايا كان نوع السم اللي فيها ده عامل ازاي وتقرر انك تنفصل، بتلاقي انك دخلت في علاقة سامة تانية بعديها على طول. ومع مرور الوقت بتلاقي ان العلاقة الجديدة اللي انت دخلتها ما هي الا الجزء التاني من الحدوتة بتاعت الجزء الاول. علشان كده كنا دايما بنتكلم كتير عن اهمية التعافي بعد الخروج من اي علاقة انتهت قبل ما تبدأ علاقة جديدة.